السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يا ربي تكونوا ناشطين ماشطين كما العادة، ضاحكين فرحانين. خليو لي يجيك التبسيمة ونطلبوا من الله يا ربي تسقينا شي شتيوه يا رب العالمين. موضوعنا اليوم هو الطلاق اللي كيعانيو منه العيالات، اللي شحال هما كيصبروا وما كيقدروش يوقفوا ديك العلاقة اللي هي أداتهم واللي هي مصات دمهم. ما كيقدروش يقولوا صافي ستوب، صافي بركه عيينا خصنا نحبسوا. علاش ما كتقدريش؟ شنو هو الحاجز اللي عندك انك تستوبي هذه العلاقه؟ الناس خايفه من الناس انهم يقولوا هذيك السيده راه هي مطلقه. خفتي من الناس، خفتي من المجتمع ديالنا، حيت ما كيرحمش. المجتمع ديالنا كيحقر المراه المطلقه. هادشي في الصراحه كان شحال هادي، ولكن دابا المراه تبارك الله ولات عندها واحد المكانه اللي واو. ما تقدريش توقفي، ما تقدريش تخلي شي حد اللي يحقرك. كاينه المراه اللي كتزوج مسكينه وعندها واحد الامال كبيره، والامل في الله سبحانه وتعالى، كتحط واحد الاحلام ديالها في داك الراجل اللي هي داتو، وكدير فيه باها وخوها وصاحبها وراجلها وكل شيء، وكتقول صافي هذا هو مع من غادي نكمل وغندير معاه وليدات ويا يدفنوني يندفنوا. كتولي كتحترمو، والاحترام واجب من طبيعه الحال على اي زوجه، خاصها تحترم راجلها، وحتى كذلك بالنسبه للزوج. هو كيفهم داك الاحترام ديالها بشكل خاطئ. شنو كيقول؟ انه هاد الانسانه كتموت عليا وما تقدرش تخليني، كتحماق عليا وما تقدرش تخليني. كيبدا كيتكبر. عرفتي شكون اللي رد هذاك الانسان سبع؟ انتيا بتعاملك معاه، بديك الحيطه والحذر تاع عندك يتقلق، عندك يدير هاد الحاجه، عندك الا ما درت هاد الحاجه يقول هكا، عندك الا ما درت. احترميه، ولكن خليه حتى هو يحترمك، خليه حتى هو يحس بالرجوله ديالو ويحس بالانوثه ديالك انتيا. انه كامرا انتيا علاش غادي تهزي البوطه؟ علاش غادي تمشي تهزي التقديه وهي ثقيله؟ علاش غادي تمشي تخملي وانتيا امراه وحساسه بزاف وكذا وهو كاين؟ علاش بزاف تاع التساؤلات. علاش اخويا ما اجي هز معايا؟ اخويا راني عيانه، راني ما قادراش، راه انت كتشوف راه صحه على قد الحال، اجي هز معايا، اجي حط معايا. علمي راجلك يكون معاون معاك. تعاون زوين في الحياه، كتخليه ديما انك كتعتمدي عليه وحتى هو كيعتمد عليك. كذلك انت كتعاونيه في شحال من حاجه. ولكن باش تجي وتبقاي صافي انا نقدي، صافي انا ندير، صافي انا ندير، ونبدا نحط هذوك التصاور ونبدا نقول انا عايشه الحياه المثاليه، ونبدا نتلاقى مع عباد الله ونقول لا والله لا انا هانيه في داري، لا انا بخير، لا راجلي ظريف، لا. علاش كتغطي لي الشمس بالغربال؟ بيني لي شنو كاين وقولي الصراحه، وكوني نيت مرا وقاده، وقفي هذاك العلاقه اللي انت غادي تمص لك دمك وغادي تخليك كي الورده الدابله. مثلا عندنا واحد النبته، داك النبته الا خليناها ما سقيناهاش غادي تموت، والا سقيناها بزاف حتى هي غادي تموت. يعني داك قوه الاهتمام بزاف اللي كنعطيو، يا اما كيفقدنا داك الشخص اللي حنايا عطيناه داك الاهتمام، وعاوتاني قلت الاهتمام بزاف غادي نفقدوه. اللهم بين وبين حاولي تحكمي في الامور. زائد انه كاينين بعض الرجال اللي كياخذوا العيالات كياخذوهم خدامات، كيقول لك انا ناخذ المراه باش تعاونني، بغيتها خدامه. ماشي مشكل، عادي، مزيان انه الناس والازواج يتعاونوا في حياتهم، مزيان اننا نكونوا يد وحده. وفي هذا الوقت هذا راه يد وحده ما كتصفقش، ضروري خاصنا نتعاونوا. ولكن عرفتي شنو هو الخايب؟ هو انه منين انا نكون خدامه ويجي هذاك الراجل وياخذ ليا مانطي ويقول لي ايوا هاني مخبيها لك، ولا راه خاصني باش نصير، ولا خاصني باش ندير. خويا باش كنتي كدير هادشي شحال هادي؟ حتى انا خدمت عاد بانت لك مانطي انا وكيحيدها ليا من يدي ويقول لي صافي اريها. ما تحسيش بالحقره، ما غتحسيش باللي تشمتي واقفه شهر وانتي على تماره وانتي على سير وجه هديك الله والفياق، بكري ولبسي وديري وخلي لي يعزف عليك وخلي لي يقول لك وخلي، باش هذاك السيد غادي يجي وغادي ياخذ لك فلوسك بالبارودي عادي جدا، وانتي غادي تقبلي وغادي تقولي
ايوا ماشي مشكل، مسكين كنتعاون معاه. في الاخر كيجيب وحده اللي لا علاقه بك نتيا تبارك الله تتكوني هكا تديري، تيجيب وحده حالتها ما كتسوى حتى شي حاجه وتيقول لك هادي لالاك. شتي شنو درتي فيه؟ شتي كيفاش رديتي داك السبع اللي كتباني ليه نتيا والو كي شي نميله ما عندك حتى شي قيمه، اللي يقدر يعسف عليك في اي لحظه. شتي فين وصلتي؟ بانه دوك التراكمات اللي نتيا جمعتي اليوم على غدا، اليوم على غدا، اليوم على غدا، وسكتي على شحال من حاجه وشحال من خطا شفتي وما وقفتيش ديك الساعات ما صححتوش داك الخطا ديك الساعات، وبقيتي مستمره وغاديه في الطريق. ماشي مشكل، لا نسكت على هذه ماشي مشكل، نسكت على هاد الاخرى ماشي مشكل، وغاديه في الطريق وكي تيقولوا غاديه في عمية ايامك، حتى لواحد النهار اللي صافي كتلقاي راسك صافي ميؤوس منك، صافي تساليتي فضيتي، ما بقى فيك لا جهد ولا حتى شي حاجه، مساليه مفضيه. عاد بغيتي تهضري ديك الساعه وتروطر، هضري فاش كان فيك الجهد، وهضري فاش باقا بصحتك وباقي تقدري تخرجي. الا طلقتي عندك غادي تخرجي تخدمي، غادي تدبري على راسك، غادي تعرفي فين تمشي وتجي، اما حتى كتولي شاده الركنه عامره بكاع جميع الامراض، سكر، ملحه، طونسيو، كوليسترول، كذا كذا كذا. صافي بين نطلق. لا اختي جلسي ديك الساعات اللي عطا الله عطاه. اش بغيتي تطلقي؟ فين بغيتي تمشي؟ عند من؟ شكون اللي بغى يهزك؟ امك مات، باك مات، خوت كل واحد مجوج في دارو، عند من غادي تمشي؟ وانت صبرتي وساليتي. انا كنهضر على الشابات، انا ماشي كنحرضكم ضد رجالكم، ولا كنقول لكم فقط كاينين بعض العيالات اللي كيعانيو مع رجالهم، ولا غادي توقفي وديري ستوب حتى تقادوا مسائلكم وحتى توضحوا مسائلكم ما بيناتكم. اخويا شوف انايا راه هاد العلاقه هادي راه مصات دمي، راه شنو كدير الغلط اللي درتي واش غادي تصحح هاد الاخطاء باش نستمروا؟ سينو ما كنتيش غادي تصحهم. اللهم اخويا كل واحد يشد طريقه، حيت انا راه ما قادراش على الاستمرار في هاد العلاقه، ما ناسبتنيش فقط. هاد الشيء ما فيها حتى شي حاجه. اكيد في الاول غادي تجيك صعيبه، من بعد ما غادي تطلقي وغادي تحسي براسك كل شيء كيشوف فيك، مع انه حتى شي حد ما دايها فيك، وغادي كتقولي الناس كيهضروا فيا مع انه حتى شي حد ما كيهضر فيك، غادي تقولي المطلقه والناس كيبغيو يستغلوها. هذه حاجه طبيعيه وخلاص. بالنسبه للرجال ملي كيشوف وحده مطلقه وزوينه وشابه، صافي دجاجه بكمونه هذيك، اجي اختي تا انا نزيد كيمصلك الاولاني دمك، اجي تا انا نزيد نكمل عليك، واجي عندي ويبدا يطمعك، بغينا نتزوج بك، بغيت ندير لك حتى صافي كيسالي معاك. وديك الساعات راه كل تيشوف قلبه من طبيعه الحال، راه كيما مسلكاش ديك الساعات، راه كنتي غير نزوه في حياته ودازت. ودائما كنقولها انا ما كنحرضش، انا فقط كنحل عينين. كنقول لك اختي الا ما قدرتيش تصبري صافي حنقزي هذيك المرحله وفوتيها وسيري شوفي حياتك. انا ما تنقولش لك منين غادي تطلقي غادي تمشي وغادي تعاودي تزوجي، ماشي ديك الساعات. اكبر خطا هو اللي غادي ديريه دابا، انه غادي تقولي باش غادي نثبت ليه باللي انايا راه يبغيني شحال من واحد. يا اختي غيبغيك شحال من واحد، هذه راه حاجه طبيعيه، وغيطمع فيك شحال من واحد بانه كيسمعوك مطلقه وغيطمعوا فيك. ولكن منين غادي تزوجي غادي بحال غادي تغطي خطا بخطا اخر، لانه نتيا العلاقه الثانيه حتى الا ما كنتيش فيها مرتاحه ما غاديش تقولي بغا نطلق، حيت غتقولي الناس غيقولوا عليا باللي مني انا الديفو، وباللي الراجل الاول ما صدقش وهو الثاني ما صدقش، وغتقولي الراجل الاولاني غادي يتشفى فيا وغادي يقول شتي دابا وهي ما ارتحتش. علاش اختي هاد الشيء كامل وغادي ديريه؟ علاش اختي هاد المعاناه؟ اللهم الا طلقتي استمري في الحياه، قلبي على خديمه، خدمي، ربحي فليسات، سافري، متعي نفسك، متعي والديك، ضحكي، نشطي، نساي ليا داك الماضي ونساي ليا داك المآسي اللي دوزتي، وصافي داكشي لوحي ديريه فشي سله وصافي طوعي به وعيشي اختي الحياه. هذيك هي باش تثبتي نفسك، وهذيك هي باش تثبتي راكي قويه، ويندم عليك هذاك الشخص اللي خلاك ديال بصح ويقول شتي شنو فاش فرطت، وشتي كي كانت عندي جوهره ثمينه وما حافظتش عليها وما عرفتش بقيمتها، وها هي قدامي تبارك الله كتلمع وما مسوقر ليها غير الشوف. خليه يتحسر على انه ندم عليك،
ماشي صافي طلقتي وتبقاي شاده الركنه وتبقاي عاقده راسك بزيف حياتي ومتكيه امي ما قداش ناكل وجاني اكتئاب وبغيت. لا اختي علاش هادشي كامل؟ نوضي قالك اكتئاب ونوضي ديري السبور ونوضي يجري ونوضي طلقي ليا الموسيقى وحيحي وضحكي وقلبي على خدمه. احسن حاجه انك تقلبي على خدمه باش تنسي كل شيء وباش تكوني نفسك، باش تكوني مرأة وقاده باش تقدري تنسي الهم. غادي تثبتي نفسك، هذه اول خطوه غادي ديرها في حياتك. كان هذا هو موضوعنا، كنتمنى انكم تستافدوا منه وكنتمنى انكم ديروا عقلكم وما تبقاوش تتسناو حتى يفوت الفوت. ودائما انا ما كنحرجش ولكن كندير لكم فقط العقل. شي حاجه الا ما مسلكاش راه ما مسلكاش من الاول، واخا تعيي ما تبزري وتحزري عليها راه ما مسلكاش وما عمرها ما غادي تقاد. كان هذا هو موضوعنا، كنتمنى انه يكون نال اعجابكم، كنتمنى انني نكون طحت لكم على النقط اللي دارينكم ديال بصح. خليو ليا في لي كومونتير شنو هما الاخطاء اللي كدير المراه مع راجلها حتى كيوصلوا للطلاق. شكرا لكم، كنتمنى انه هذه الحلقه تكون نالت اعجابكم. تهلاو ليا فراسكم، باي باي.